يا اخوان، اي شيء يخص الانسانه هذه اللي تحطوا لي منشن لها بالخاص، احنا متبرين منها تبرئه الذئب من دم يوسف تماما. لا احد يرسل لي شيء بالخاص، الله يرحم لي والديكم. هذه أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. أثارت الفتاة السعودية زهور سعود الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن وجهها. ونشر مؤخرا شقيق زهور سعود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعلن تبرؤ العائلة منها. وإليكم بعض التفاصيل حول ما يحدث. فاجأت مشهورة سناب شات زهور سعود المقيمة في دبي متابعيها بخلع النقاب دون أن تكشف عن السبب. وظهرت خلال مقطع فيديو نشرته عبر السوشيال ميديا وهي تستعرض شعرها المنسدل على كتفيها بالإضافة لاستخدامها ميك أب لتزيين وجهها. وأثارت ظهور ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض ومؤيد بعدما خلعت النقاب. وفسر الكثير من متابعيها سبب خلعها النقاب بأنها تريد لفت الانتباه وزيادة عدد المتابعين. وكانت زهور سعود كشفت خلال مقطع فيديو نشرته في وقت سابق أنها تعرضت لانتقادات بعد زواجها وإن ما يهمها المال فقط، رغم أنها تزوجت على سنة الله ورسوله. وتعد زهور سعود من أشهر الشخصيات السوشيال ميديا والتي تحظى بعدد كبير من المتابعين من كافة أنحاء العالم. فهي ناشطة اجتماعية سعودية تقدم محتوى متنوع عبر صفحتها الرسمية في تويتر وانستجرام وسناب شات. وزهور سعود هي ناشطة اجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي سعودية الأصل. ولدت في مدينة الطائف وأكملت دراساتها الابتدائية والثانوية فيها. وبالرغم من توقفها لفترة معينة عن الدراسة لأسباب عائلية خاصة، إلا أنها أصرت على استكمال دراستها لاحقا. وأكملت دراستها الجامعية والتعليم العالي، واستطاعت أن تحقق لنفسها وجودا اجتماعيا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فهي تقدم المحتوى الاجتماعي والسياسي والديني. أما زوجها فهو الداعية الإسلامي السعودي عياض القحطاني، وهو من أشهر رجال الأعمال المشهورين في السعودية. وقد تزوج من زهور بعد قصة حب طويلة، وأنجب 3 أبناء ولدان وفتاة. وبكده كنا نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول إثارة الجدل التي أثارتها ظهور صعود بعد خلع النقاب. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.